السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظهرت دلائل على لجوء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم النصر السعودي للعلاج بالحجامة أحد طرق الطب البديل. ونشر النصر السعودي صورا من تدريبات الفريق يوم الجمعة أظهرت إحداها أن كريستيانو رونالدو استخدم العلاج بالحجامة. الصور التي ظهر فيها رونالدو وهو يتدرب بالكرة كشفت عن وجود علامات على ساقيه تماثل العلامات الناتجة عن استعمال الحجامة. ولفتت العلامات انتباه عدد من المشجعين الذين علقوا على ممارسة رونالدو صاحب 38 عاما للحجامة التي تعد طريقة شهيرة للعلاج في المنطقة العربية. وكان رونالدو لفت الأنظار مؤخرا بعد ظهوره مرتديا الثوب التقليدي السعودي احتفالا بيوم تأسيس المملكة. جديرا بالذكر أن النصر يستعد لمواجهة ضمك في منافسات الجولة 18